السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في شهيوات نورجانا. كنتمنى من الله الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال. يا ربي تعطيكم ما كتمناو وتحفظكم وتستركم. عندي لكم اخوتي الميريندينا محبوبه الجماهير اللي تيحماقوا عليها الصغار والكبار. كتجي ممتازه، كتجي صراحه طبيعيه وحسن ديال الزنقان 100%. وإلا جربتوها انا متاكده 100% غادي تعجبكم. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كندوز أخوتي المقادير وطريقة التحضير. عندي بيضة بحرارة المطبخ، وكنضيف كاس ديال العنبة ديال السكر الخاشن، السكر حبيبات. كنطرب مزيان ديك البيضة كاس من السكر خاشن حتى كيتجانسوا ليا مزيان، حتى كيبدا يتبدل اللون ديال الخليط ديالنا. وعندي كاس ديال الحليب، ما يكونش اخوتي بارد، يكون بحرارة المطبخ، واذا كان عندكم في الثلاجة دفيه واحد شويه. عندي اخوتي هنا الفاني ما يعادل 8 غرام او 7 غرام، مكاينش الاشكال. عندي كاس الى ربع ديال زيت المائده. كنخلط مزيان الخليط ديالي، كنطربو مزيان بالفوي بلا ما نحتاج اخوتي الخلاط الكهربائي. درت قبيصه ديال الملح. غادي نعطيكم اخوتي العبار حتى ديال الدقيق باش تجيكم ميريندينا ديالكم، ما تضيعوش فيها المقادير. نعطيكم العبار مضبوط ان شاء الله، وغادي تجربوها وغادي يعجبكم الحال وغادي تفرحوا وليداتكم. انا متاكده الا تبعتوا المقادير كيف ما غتشوفوها على اسفل الفيديو. عندي اخوتي هنا 2 خمارات ما يعادل 8 غرام، بالمجموع 16 غرام. عندي اخوتي غادي نضيف نصف كاس ديال الدقيق، بالمجموع 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق في بيضه واحده، وكاس الى ربع ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. هانتوما كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا كيفاش تيكون. فاش تهزو هكا الفوي وترسموا هكا شي حرف، اي حرف بغيتو يترسم لكم صافي عرفوها، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه بزاف. عندي هنا الصينيه ديال الحلوه اللي كتكون شويه الجناب عندها شويه طالعين، ما تيكونوش هذا. وكنلبسها بالاوراق المطبخ، وغادي ندير فيها الخليط ديالي وصافي. غادي نقادها هكا بواحد سباتيلا، خصها تكون تكون توصل للجوانب. كيكون عندي الفران اخوتي يلاه نشعل الفران صافي كنضيفها، ما تيكونش عندي الفران سخون بزاف. يلا كنشعل الفران، كتحيد منه غير ديك الريحه ديال الغاز شويه كيدفى واحد شويه، وصافي كنضيف الحلوه من الفوق، كنضيفها الفوق. النار كتكون تحت الصينيه ماشي فوق الصينيه صافي. وكان على عافيه اللي بحال غطيبوا لي كيك صافي، على العافيه اللي كتكون مهيله، وتنخليوها طيب مده واحد نصف ساعه على حسب الفران عندكم كيفاش داير. دير واحد نصف ساعه كتطلعوا عليها. الا لقيتوها مازال شويه خليوها تزيد، الا لقيتوها صافي كتحيدوها. كاين اللي كيكون عنده الفران خفيف كيطيب الحاجه في البلاصه، وكاين اللي تيكون عنده واخا تنقصي البوطه ولا تجهديها، كاين اللي الفران اللي كيكون ثقيل. صافي خوتي نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نحيد لها الجوانب. كان عليا نعبرها من الاول باش ناخذ نيشان العبار. دابا كيف ما كتشوفوا فاش بغيت نقطعها كناخذ مسطره وشويه من الجنب شويه. نتوما كتاخذوا الحجم اللي نتوما بغيتو اللي عجبكم. انا خديت عندي الصينيه خوتي فيها 15 على 12 سنتيم، فيها في الطول فيها 15، والعرض ديالها فيها 12 سنتيم. نتوما كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندوز باش غادي نلبس الحلوه ديالي في الشكلاط.
صراحه كتشوفوا كيفاش جات هشيشه وجات ممتازه، وكتجي صراحه روعه احسن ما تشريوها من الحانوت. وكتعرفوا شنو درتو فيها وكتخدموها على يديكم وكتعرفوا شنو كلتوا لوليداتكم. كتجي صراحه ممتازه. سمحوا لي ما رديتش البال الكاميرا، كنت مضرقه عليكم المول اللي كان درت فيه الشكلاط. الشكلاط اخوتي كندوبو في الحمام مريم، كنضيف فيه واحد 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق كبار، حتى كيذوب لي الشكلاط. عاد كنضيف الزيت باش ما تيقصيح لكمش داك الشكلاط ديالكم. صافي وغادي نبدا ندير هكا. درت انا الشكلاط تنخلي الميريندينا حتى كتبرد واحد شويه، وكنضيف الشكلاط اللي تيكون مازال عندي هكا تيكون عندي مازال في المول، كنضيفو في واحد البلاستيكه وكنبقى ندير خطوط فوق الميريندينا ديالي. كنتمنى من الله ما تنساونيش اخوتي من لايك اللي تشجيع وتحفيز، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. الناس الجداد تنقول لكم مرحبا بكم اخوتي. ديروا واحد الاشتراك باش توصلوا بكل جديد، باش نستمر معكم ان شاء الله باذن الله. انتما كيف ما كتشوفوا الميريندينا ديالي بعد ما خليتها بردات كنخليوها تبرد، ما كنهزوهاش وهي مازال فيها الشكلاط هكاك سخون، غتلصق لكم في اليدين. نتوما كيف ما كتشوفوا من الاحسن ومن الافضل كتزيد تزيان وكتزيد كيتماسك الشكلاط ديالها مزيان الا ضفتوها في الثلاجه. وضيفوها في واحد الجبانيه وضيفوها في الثلاجه ديالكم. نتوما كيف ما كتشوفوا خوتي نقسم معكم كيفاش كتجي صراحه. كتجي صراحه هشيشه بزاف، حتى تجربوها عاد تحكموا. شوفوا اخوتي كيفاش كتجي صراحه زوينه بزاف. كنعطيوها لوليداتنا في الكوتي او للاستراحه، تيبغيو يديو شي حاجه اللي ما تيقدروش الدراري في الصباح يفطروا، كنعطيوهم الميريندينا كيديوها معاهم الاستراحه، ولا في الكوتي هكا في العشيه كنعطيوها لوليداتنا. وكنتهناو داك الصداع ديال عطيني بغيت نشري، كتهناي كتعطيهم الحاجات ياكلوها وما كتقوليش الا انا السقاطه ديال كاين الوليدات اللي كتكون فيهم ساكن حساسيه، الا كلاو السقاطه تينوض فيهم الحبوب، تينوض فيهم بزاف ديال الاعراض. نديروا لوليداتنا الميريندينا في الدار. تنخلي لكم اخوتي الراحه.